مساء الخير مشاهدين راديو في السكة، وأهلا بيكم في الحلقة الثانية من محتوانا كلام بيزنس مع أيمن السركي. بدأنا المحتوى بتاعنا المرة اللي فاتت بمقدمة عن البيزنس، مقدمة عن بعض النقاط الهامة في البيزنس وأهميته وبدأ إمتى، واتكلمنا عن موضوع الفيجن. كلمة فيجن خلي بالكم هتتكرر معانا خلال حلقاتنا في الفترات اللي جاية، لأن هي من أهم عوامل نجاح البيزنس. الفيجن دي معناها رؤية مستقبلية لمشروعك، انت عايزه يبقى فين. انت دلوقتي عايز تبدأ البيزنس بتاعك، هدفك ايه من البيزنس بتاعك؟ عندك شوية فلوس عايز تحطها وخلاص، ولا انت بتهرب من الوظيفة؟ لو انت بتهرب من الوظيفة او عندك شوية فلوس وعايز تحطها في اي شغل وخلاص، اعرف ان الموضوع مش هينفع. عشان كده لازم كلمة فيجن تبقى محطوطة قدام عينك. وكلمة فيجن احنا يعني مش عايز اقولها ان هي على البيزنس بس، لا هي على حياتك كمان. يعني خلينا ناخد مثال. دلوقتي انت حضرتك قاعد بتذاكر علشان عندك فيجن، عندك فيجن انك تجيب جريد عالية، عندك فيجن انك تتخرج بجريد عالية، عندك فيجن ان انت تشتغل بعد كده في الوظيفة اللي انت عايزها في المكان اللي انت بتحلم بيه علشان انت خدت جريد عالي. دي الفيجن بتاعك. طب انا عشان احقق الفيجن دي فانا عندي كذا تارجت باخده بقى من اول ما دخلت الجامعه، من اول يوم في الجامعه وانا عندي تارجت ان انا كل سنه لازم انجح بجريد. ليه؟ عشان الفيجن بتاعتي ان انا اتخرج بجريد عاليه، ان انا السي في بتاعي يبقى شكله كويس، ان انا اقدر التحق بالوظيفه اللي انا عايزها. هي دي معناها كلمه فيجن. ونفس الكلام هنطبقه في البيزنس. انا النهارده فتحت جيم، الفيجن بتاعتي ايه؟ يعني كمان 3 سنين عايز يبقى شكل البراند بتاعي ايه؟ يبقى الفيجن بتاعي وانا بفتح البيزنس ان انا بعمل براندنج هو اللي هيخلي البيزنس بتاعي يستمر ويكبر ويوصل للمرحلة اللي أنا عايزها. دي كلمة فيجن. الكلمة دي تذكروها كويس جدا، هتفضل معانا طول ما احنا ماشيين. هنتكلم عن ايه النهاردة؟ هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بيغفلها كثير من الناس اللي بتفتح بيزنس، وانا بقول جملة بيغفلها الكثير لان انا متأكد منها، لان انا شخصيا عاصرتها كتير. هو موضوع الهيراركي او موضوع التدرج الوظيفي. دي احدى عوامل نجاح البيزنس بتاعك. يبقى احنا كده عندنا فيجن وعندنا التدرج الوظيفي. في عوامل كتير طبعا احنا هنتكلم عنها، لكن احنا مش عايزين ناخدها بالترتيب ونقول ايه اهم من ايه، لكن كلهم مهمين. احنا لما بنجمع كل النقط دي بتبقى عبارة عن باكج بيؤدي في الاخر الى نجاح البيزنس. طيب ايه التدرج الوظيفي؟ انا النهارده خلينا ناخد مثال على اوتيل. حضرتك لما بتروح اوتيل او بتشتغل في اوتيل بتلاقي ان في الاوتيل جنرال مانجر، مدير عام، بعدين يليه على طول مدير الاوتيل اللي هو الهوتيل مانجر، يليه على طول مدير الاقسام اللي هو احنا بنسميه الرومز ديفيجن، يليه بعد كده مديرين الاقسام. شايفين التدرج جاي ازاي؟ جاي من فوق لتحت. طيب ايه معنى التدرج ده؟ معناه ان كل واحد من دول ليه وظيفه، كل واحد من الناس دي ليها وظيفه. علشان كده المنظومه بتاعت الاوتيلات هتلاقيها ناجحه، لان كل واحد مركز في الوظيفه بتاعته، ما بيتدخلش في الجوب ديسكريبشن بتاعت الشخص التاني. عندهم فيجن عامه الاوتيل احنا عايزينه يبقى فين، وبالتالي الفيجن دي نازله من اول الجي ام لحد اصغر موظف. انت عمرك شفت الجي ام بينزل يكلم موظف صغير على غلطة عملها في الشغل؟ ما تحصلش، عمرها ما تحصل. ولو حصلت دي اعرف ان ان الشخص ده مش مكانه. طب إيه هو وظيفته؟ ايه الجي ام؟ الجي ام ليه وظيفة تانية خالص. احنا بنتكلم بقى البادجيتنج، احنا بنتكلم بقى في الماركتنج وورلد وايد، انت بتتكلم في كلام كبير. طب شغل الموظف الصغير ده لما يغلط مين اللي بيراقبه او مين اللي بيقيمه؟ مديره المباشر اللي هي دي شغلته الاصلية. تمام. طيب خلينا بقى نطبق الكلام ده بشكل عكسي. هنقول ان التدرج الوظيفي زي ما احنا قلنا كده، بس ايه ملخبط حبتين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا راجل جي ام بتمشى في الاوتيل في اللوبي، ببص على حاجه لقيت موظف غلط، رحت داخل معنفه ولا داخل مكلمه. انت عارف انت كده نطيت كام بوزيشن تحتيك ما احترمتوش لمجرد انك عايز تثبت لنفسك انك لمحت غلطه وانك قادر تصلحها. انت كده بتشتغل بقوه جدا على انهيار المنظومه، وده ما يبقاش بيزنس. خلينا بقى ننتقل لمثال اصغر شويه. جيت انا من النهارده مثلا فتحت جيم، انا الراجل دلوقتي انا الاونر بتاع الجيم، يعني انا بمثل رئيس مجلس اداره الجيم لو هنتكلم يعني على مسمى. طيب المفروض اعمل ايه؟ ما حاجه من الاتنين، يا انا اللي همسك الجيم كاداره وانا في نفس الوقت صاحبه
لحد البادجت بتاعي ما يظبط وابتدي اجيب مدير للمكان، يا اما هجيب مدير للمكان. طيب انا جبت مدير للمكان، يبقى كده في مدير للمكان، في مدير للتدريب، وفي مدير مسؤول عن السيلز، وفي حد مسؤول عن تيم الهاوس كيب. تمام، خلاص. طالما انا جبت مدير، يبقى انا كراجل موجود صاحب الجيم، انا لا ليا حق ان انا اتدخل في تفاصيل الشغل. مش من حقي، مش من حقي، يعني مش من حقك، لا، ما ينفعش تتدخل في تفاصيل الشغل. امال انت جايب مدير ليه؟ هو انت جايب مدير عشان تقول له يعمل ايه؟ ما هو لو انت جايب مدير علشان تقول له يشتغل ازاي، لا مشيه واشتغل انت افضل، صح؟ طيب امال انا جايب مدير ليه؟ انا جايب مدير عشان اقعده معايا، اقول له يا فلان، انا الفيجن بتاعت الجيم بتاعي عايز هاي كواليتي سيرفيس، عايز ان انا اخاطب اي كلاس من الناس، عايز مستوى النظافه يكون في حته معينه، عايز متابعه دقيقه جدا للممبرز بتوعي. خلاص انا كده قمت بدوري ان انا راجل صاحب المكان، فهمت الراجل المدير بتاع المكان، وبعد كده المعامله بيني وبينه بالارقام. انا ماليش دعوه بقى انت شايف ان المدرب اللي معاك ده ينفع يكمل معاك، ما ينفعش يكمل معاك، انت عايز تمشي المدرب ده، لا عايز تقعده، عايز تديله جزء، عايز تخصم له، عايز انا كل ده لا يعنيني انا كصاحب مكان، انا ماليش دعوه. ليه؟ لان دي شغلتك انت كراجل مدير مكان. والتجربه دي انا نفسي عشتها لمده 5 سنين مع مكان، يعني اتعلمت منه واتعلمت من صاحبه كتير. يعني هل تتخيلوا ان انا قعدت مدير لمكان 5 سنين؟ الاونر بتاع المكان زار المكان ده في 5 سنين مرتين بس، وزاره بعد ما انا مشيت من المكان، يعني بعد ما انا روحت بعد الساعه 10 بالليل مثلا، علشان ما يحرجنيش، او هو ايه، يبقى في كده كومبيتيشن ما بين وجوده ووجودي. هو ده التدرج الوظيفي المحترم، ان انا النهارده عملت بيزنس، عملت تيم، يبقى لازم كل واحد ليه جوب ديسكريبشن يشتغل بيها، وفي الاخر انا ليا النتيجه بتاعتي. انا ما ينفعش اتدخل في الصغيرين بيعملوا ايه، موظف الصغير بيعمل ايه. انا النهارده عندي مطعم، انا راجل اونر بتاع مطعم، انا ليا ايه في الاخر كل شهر؟ ان انا بقى كل شهر انا بقعد، احنا وصلنا لحد فين في الفيجن اللي احنا قايلينها، احنا وصلنا لحد فين في البراندنج از ماركتنج، احنا وصلنا لحد فين از فاينانس في الايرادات بتاعتنا وتعويض راس المال والمصاريف والكلام ده، احنا واصلين لحد فين، ولو في الدروب ده جاي منين نعالجه. بس كده، انا بقى ماليش دعوه حضرتك مدير المطعم انت معلم الناس السيرفيس شكلها ايه، تشيل الاطباق ازاي، انا ده كل ده لا يعنيني. الكلام ده يعنيني في حاله لو انا بقى اللي همسك الموضوع من اوله لاخره، ومش هجيب مديرين دلوقتي علشان البادجت بتاعي لا يتحمل والكلام ده كله. طيب التدرج الوظيفي ده برضو انا اظبطه ازاي، او انا اتجنب ان يحصل فيه خلل ازاي؟ اولا ده بيحصل من الاول خالص. بمعنى ايه من الاول خالص؟ يعني حضرتك وانت بتعمل دراسة الجدوى بتاعتك، انت لازم تبقى ظابطها على الورق قبل ما تنفذها علشان ما يحصلش خلل. بمعنى انا النهارده هفتح جيم، هفتح مطعم، لازم ابقى فاهم مساحة المكان ده قد ايه، بيخدم ايه كلاس فين، مكانه فين، هيتحمل بادجت ناس قد ايه، وبالتالي بناء عليه ابتدي اعمل التدرج الوظيفي. بمعنى ايه برضو؟ يعني انا الطبيعي ان يكون عندي مدير للجيم، عندي مدير للتدريب وتحتيه مدربين، طبيعي يكون عندي مدير سيلز وتحتيه افراد سيلز، طبيعي ان انا يكون عندي مدير ماركتينج هو اللي ماسك الدعايه بتاعتي، طبيعي ان يكون عندي مشرف هاوس كيبنج او حد مسؤول عن الاشراف الداخلي في المكان. الخمسه دول طبيعي يكونوا موجودين، طبيعي. طيب هل انا البادجت بتاعتي حاليا وانا بفتح البيزنس بتاعي تتحمل هذا الشكل الطبيعي؟ ممكن ممكن لا. طب في حاله لو لا، ساعتها بقى التدرج الوظيفي يختلف، وساعتها يبقى موضوع الجوب ديسكريبشن بتاعي انا اتجاه الناس اللي معايا بيختلف. اللي عايز اقوله ان عدم التدخل في شغل الناس اللي انا شغاله معايا او التيم اللي شغال معايا هو ده اكتر حاجه بتنجح البيزنس. اوعى تخش في دايره ان انت كراجل صاحب بيزنس او راجل حاطط فلوس عايز تثبت ان انت فاهم، او عايز تثبت ان انا شايف الغلط، او عايز تثبت ان انا صاحب الفلوس. البيزنس ما بيمشيش كده. وما بيمشيش كده ازاي؟ لان برضو هتلاقي ان في ناس مستثمره ما عندهاش خبره في مجال معين، لكن استثمرت فيه فلوس وجابت الناس اللي بتفهم في المجال ده وقالت لهم احنا عايزين نستثمر هنا. زي ما بيحصل في الاوتيلات الكبيره في مصر، ان بتلاقي مثلا حد رجل اعمال اشترى خد مكان او خد ارض، بنى اوتيل، وجاب شركه كبيره زي كذا وكذا، تعالي ديري المكان ده.
انا ما بفهمش في اداره الاوتيلات. تعالي حضرتك، انت قويه في الموضوع ده، انت بقالك اكتر من 30 40 سنه في اداره الاوتيلات يا شركه كذا. فبتبص بتلاقي ان لما بتيجي الشركه تدير مجموعة الفنادق دي أو تدير المكان ده اللي هو رجل الأعمال خصصه إن هو يبقى أوتيل، بتبص بتلاقي المنظومة بنسبة كبيرة جدا بتنجح، ويبتدي من هنا يحصل عملية السلسلة لهذه الأوتيلات. يعني خلينا نفكر في الموضوع بشكل تاني. هي الناس اللي عندها بيزنس في مصر وعندها بيزنس بره بتديره إزاي؟ بتتدخل في كل حاجة؟ بيمشي يبص على كل موظف؟ بيمشي يبص على كل تفصيلة؟ لا، هو بيوصل لمرحلة معينة إن هو خلاص، ما أنا مش ببص على تفاصيل دلوقتي، أنا ببص دلوقتي على الفيجن بتاعتي شكلها ايه، وصلت لحد فين، وهل وصلت زي ما انا عايز ولا لا. ممكن اتدخل في التفاصيل في الاول لما يبقى لسه المشروع بتاعي في مرحلة النمو، ان انا لسه بشرف عليه، لسه بتاكد ان الناس اللي انا جبتها تشتغل معايا فعلا على كفاءه كافيه ان هم فعلا يمسكوا المسؤوليه ولا لا، هل هم فاهميني في الفيجن بتاعتي ولا لا، هل هم ماشيين معايا خطوه بخطوه ولا هل فكرهم زيي ولا لا. الحاجات دي في الاول طبيعي جدا ان انا كحد صاحب بيزنس ان انا اخش فيها افهمها، افهم الناس، وبعدين انسحب واسيب كل واحد بعد كده يشوف شغله، وكل واحد بعد كده يقوم بالجوب ديسكريبشن بتاعته، واحنا في الاخر هنقعد مع بعض وليا النتيجه اللي انا طالبها وليا الارقام وليا كل الكلام ده. فعمليه التدرج الوظيفي دي من احد عوامل نجاح البيزنس، وهي احد يعني صفات المايند سيت بتاعت رجل البيزنس الناجح. وانت لما يبقى المايند سيت بتاعتك بروفيشنال، الناس اللي هتبقى شغاله معاك هتحترمك، هتحترم الفيجن، هتاخد الموضوع بجديه، انت هتبان قدامهم يعني شخصيه متحكمه بشكل غير مباشر. لكن ان انا بقى كل شويه انط في اصغر تفصيله واطلع غلطه عشان افهمك ان انا واخد بالي، واطلع غلطه علشان افهمك ان انا فاهم، وابتدي اقول لك بعد كده تقعد تعمل ايه وما تعملش ايه. طب طالما انت حضرتك جامد قوي كده وجبتني ليه انا امسك المكان؟ هو ده السؤال. المايند سيت هي اللي هتنجح الفيجن، المايند سيت هي اللي هتنجح البيزنس، المايند سيت هي اللي هتبني تيم. ما خلي بالك برضو انت النهارده التدرج الوظيفي من وظائفه برضو ان هو يعمل تيم، يبني فريق عمل. الناس اللي هتيجي تشتغل في المنظومه دي سواء في جيم كبير سواء في اوتيل، هي شايفه التدرج الوظيفي شكله ايه. يعني الناس دي بعد كده انا هحلم ان انا يوم من الايام هترقى، هبقى في المكان ده، هترقى هبقى في المكان ده، ده انا لو كبرت مديري هيقدرني، ده أنا الى اخره. لان هو شايف قدامه هيكل، هو شايف منظومه، شايف حاجه مرسومه. لكن انا لو شايف ان النهارده الجي ام ماشي في الاوتيل عمال يعلم على كل واحد فينا، وعمال يطلع غلطه ويطلع غلطه هنا ويطلع غلطه هنا، اولا انت بتخلي الناس قاعده متكهربه. يعني انت مخلي الناس اللي شغاله معاك في المكان كل ما يشوف الاونر جاي، الحق ده الاونر جاي، ده هيعمل لنا مشكله. فبتبص تلاقي ان الغلطات بتزيد نتيجه وجودك انت، يعني مش غلطات بتزيد نتيجه وجود ان الناس بتغلط، لا. خلي بالك ان في نقطه مهمه قوي. الاوبريشن، اي مكان فيه اوبريشن فيه تشغيل لازم يكون فيه اخطاء. مفيش حته في الدنيا زيرو اخطاء، ما مش هتحصل، ما مش موجوده. ولو حد قال لك موجوده اقول له لا، ده الكلام ده غلط، ده الكلام ده مش صح. ليه مش موجوده؟ اولا احنا بشر، لازم البني ادم هيغلط، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الاخطاء اللي بتحصل هي اللي بتقوي الاوبريشن. لو حضرتك انت فاكر ان الستاندرز بتاعت الاوتيلات جت منين؟ اخترعوها؟ ما حدش اخترعها. لا، انا هحكي لك قصه صغيره جدا في دقيقتين. صاحب اكبر سلسله فنادق في العالم بدا ان هو ما عندوش اي ستاندردز يشتغل بيها، ما عندوش منظومه يشتغل بيها، ما عندوش خطوات، ما يعرفش يعمل ايه في الفرونت اوفيس، ما يعرفش يعمل ايه في المطاعم، ما يعرفش الهاوس كيمنج يعملوا ايه، ما يعرفش. طيب اما عرف ازاي؟ بقى كل شكوى بتيجي من عميل بياخد الشكوى دي يدرسها ويبتدي يحط لها سيستم. بمعنى ايه؟ اصل العميل الفلاني اشتكى ان الاكل وهو بيتقدم وقع عليه. طب احنا بنقدم الاكل ازاي؟ قال لك كنا بنقدمه بالطريقه دي. قال لك لا، الطريقه دي اللي ادت الى ان الاكل يقع او يحصل فيه مشكله او يبقى نقدمه من الجهه الاخرى. من هنا جت الستاندرز، ان كل غلطه بتحصل او كل شكوى بتيجي من نزيل او عميل بياخدوها يحللوها ويروحوا عاملين لها قانون صغير. شكوى في الثانيه في الثالثه في الرابعه اصبح عندنا مانيوال شغالين بيه. خلي بالك المانيوال ده الى يومنا هذا بيتعمل له كل سنه ابديت، نتيجه ان الاوبريشن بيزيد، نوعيه الجست بتختلف، طلبات الجست بتختلف، وبالتالي الاخطاء اللي بتبقى موجوده بتبقى مختلفه. فاوبريشن يعني اخطاء يعني نجاح. خلي بالك اوبريشن اخطاء
هتتعلم، هتنجح. لكن انا النهارده لو انا اوبريشن منتظر ان يبقى فيه زيرو اخطاء، ولو حصلت غلطه هطير رقبه، انت كده حضرتك لا، ما تفتحش البيزنس احسن وخلي الفلوس معاك، لان انت كده هتخسر فلوسك، هتخسر هيبتك، وهتخسر الناس بتاعتك.